أنا مدام هدى، عندي 29 سنة، عندي ولدين ومتجوزة. كنت عايشة في الأرياف وجوزي علشان يحسن من المعيشة بتاعتنا قال لي واقترح عليا يعني إن احنا هننزل مصر نشوف سكن هناك وجوزي يشتغل أي شغلانة هناك، لأن خلاص في الأرياف يعني الشغل هناك ضعيف جدا والحالة المادية ضعيفة قوي ومبقيناش عارفين ناكل ولا نشرب. جوزي خدني أنا والعيال ورحنا للقاهرة. عشنا في شقة بسيطة كده في الدور اللي قبل الأخير على ما نبدأ يعني حياتنا، لأن انتوا عارفين يعني الإيجارات غالية ازاي واحنا لسه يعني بادئين في حياتنا. جوزي على قد حاله بقى بيشتغل باليومية، وأنا قاعدة في البيت علشان أربي العيال، وبقيت أروح أوديهم المدرسة وقبل الظهر كده أروح أجيبهم علشان لسه ما يعرفوش حد هناك في المنطقة اللي احنا فيها. أنا عايشة في عمارة معرفش أي حد فيها، معرفش أي حد من سكانها، ومليش أي اختلاط بأي حد، لأن احنا بصراحة دايما قافلين على نفسنا كده. بخاف من الناس، بخاف لحد يقول عليا حاجة أو أقعد أتكلم مع دي ومع دي. علشان كده أنا كنت أقفل على نفسي، ما بكلمش حد ولا بشوف حد. مفيش غير جارنا شقته قصاد شقتي كده بالظبط، يعني الباب في الباب. هو ده الوحيد اللي كنت بقابله وهو داخل شقته، ويا دوبك ازيك أو سلام عليكم ونرد على بعض السلام. بس بصراحة كنت كل ما بشوفه قلبي كده يقعد يدق جامد وافضل شاغلة بالي كده واقعد دايما بفكر فيه. جاري ده إنسان حلو قوي، وشكله حلو كده وراجل بمعنى الكلمة. بصراحة أنا معجبة بيه قوي، معجبة بشخصيته. هو إنسان متعلم، مش زي جوزي يا جماعة. هو يا دوبك يعني بيفك الخط، مش متعلم خالص، حاجات بسيطة كده يعني اللي بيعرف يفكها. إنما ده راجل متعلم وقيمة كده وشخصية. بصراحة كنت بعمل نفسي إني أنا رايحة أرمي الزبالة قدام الشقة، أفضيها كده وأحط الكيس قدام الباب في الوقت اللي هو نازل فيه على شغله، علشان يعني أشوفه وأبصله. وهو كل لما يشوفني يصبح عليا ويقول لي انت مش عايزه حاجه من تحت، لو انت احتاجتي اي حاجه خبطي عليا الجيران لبعضيها. وانا اقول له متشكره يا استاذ احمد، تسلم ربنا يخليك وما تحروش منك. كان طويل وجسمي يسيب كده اول لما بيكلمني، واخش جري على الشقه واقفل على نفسي. لحد لما في يوم الريسيفر بتاعنا موضه قديمه قوي وبيعزمني دايما على طول لما بيشتغل وبيجيب قنوات، واقول لجوزي هات لنا واحد من الجديد من اللي هو نازل الحديث ده. يقول لي طيب لما اقبض. وفي يوم وانا قاعده كده زهقانه وعايزه اشغل التلفزيون والقنوات كلها واقفه، فبصراحه رحت خبطت على الاستاذ احمد اللي هو جاري ده. قلت له معلش لو سمحت ظبط الريسيفر ده، اصلا انا ما بعرفش فيه حاجه ومش عارفه اعمله، وعايزه اتفرج على التلفزيون لان الجو حر قوي وانا قاعده هنا زهقانه لوحدي. قال لي حاضر هاجي معاكي اهو. وفعلا جه وظبط لي الريسيفر وظبطهولي كده، واداني الريموت وقال لي قلبي براحتك كده، وعلمني اقلب على القنوات وازاي واعمل ايه. وهو بيديني الريموت مسك ايدي، اعصابي ثابت وجسمي كده ساب وما بقتش قادره امسك اعصابي خالص، ولا قادره امسك نفسي. حسيت كده برعشه في جسمي. الريموت ساعتها وقع من ايدي. وطيت علشان اجيبه لقيته بيوطي يجيبه كده معايا ووشه مقرب لوشي. انا بصراحه اتكسفت منه قوي، وقمت كده واقفه وهو وقف قال لي بصراحه بصتك حلوه قوي ونظراتك جميله، اول مره اشوف نظراتك الحلوه دي، نظراتك فيها حاجه كده جديده. هما كل اللي بيجوا من الارياف كده؟ قلت له ايوه، لان احنا يعني هناك من الارياف ان بنبقى قافلين على نفسنا وما نعرفش حد ولا بنختلط باي حد، يا دوبك على قد الكلام والسؤال والجواب وخلاص، ما بنتكلمش مع اي حد كتير. قال لي بس انتي حلوه قوي، كل الستات والحريم عندكم في البلد حلوين كده ولا انتي بس اللي كده؟ انتي حلوه وشكلك حلو. وفضل ساعتها واقف قدامي وانا بصاله وهو باصص لي. فساعتها قال لي بصراحه انا مش قادر اقاوم، انا مش قادر اقاوم خالص. وفي اللحظة دي فضل يقول لي كلام حلو كتير جدا، سحرني بكلامه، خلاني ما بقتش قادرة أملك نفسي. وفي اللحظة دي اتغيرت حاجات كتير جدا. بس مشي وسابني. بس قبل ما يمشي قال لي عايزة حاجة؟ قلت له شكرا يا أستاذ أحمد. قال لي لو احتجتي أي حاجة أنا جنبك في أي وقت، خبطي عليا وأنا هجيلك جري. وفعلا كنت بعمل حجتي الريسيفر إن هو بايظ، واستنى لما جوزي يعني يروح الشغل واروح أخبط عليه. وفي يوم كنت حرانة قوي والكهرباء كانت قطعة ولسه جاية والتلفزيون عايزة إن أنا أشغله، وبصراحة كنت لابسة عباية كده بنص كم علشان الجو كان حر. ورحت ناديت على أستاذ أحمد قلت له معلش لو سمحت، أصل الكهرباء كانت قطعة عندي وأنا كنت فصلت الريسيفر كده ومش راضي يشتغل، تعالى شغلهولي. وجه شغلهولي وظبط لي الدنيا وظبط لي القنوات. وساعتها قال لي عايزة حاجة تانية؟ قلت له لأ، يا ريت لو تقعد بس معايا تشرب كوباية شاي أو أي حاجة ساقعة أضيفك يعني وأعمل لك الواجب. ولقيته قعد فعلا، عملت له كوباية شاي وشرب الشاي وحطيت له نعناع في الشاي. وساعتها عرفت إن هو طلع بيحب النعناع قوي. ولقيته بيقول لي إيه الحلاوة دي؟
قلت له تسلم وتعيش يا أستاذ أحمد، أنت اللي حلو وعسل وشكلك حلو قوي وأي واحدة تتمناه. أنا بس علشان متجوزة اتكسفت أقولك كده. أنا برضو متجوزة واتحرج إن أنا أكلمك بالطريقة دي. قال لي بس انتي باين عليكي يعني محرومة من حاجات كتير قوي، شكلك وكلامك بيقول كده. قلت له أصل جوزي على قده، راجل يعني مش مفتح كده، راجل قافل على نفسه، يا دوبك بيفك الخط، ما بيعرفش أي حاجة خالص في الدنيا، يجي من شغله وينام وما يعرفش كده يدلع مراته ولا يقول لها كلمتين حلوين كده من اللي بتتقال في التلفزيون. أمال أنا بحب أتفرج على التلفزيون ليه يا أستاذ أحمد؟ ما علشان أنا بسمع وبشوف الأفلام حاجات كتير هو ما بيعملهاش معايا كده. فعلشان كده أنا بعشق التلفزيون وبشغل قنوات كتير، يعني أفلام بتفرج منها، بتفرج على الحاجات اللي هي فيها دي وبتعلم منها حاجات كتير قوي، لأني ما بشوفهاش مع جوزي ولا حتى بيعملها معايا. علشان كده كل لما الريسيفر يبوظ ما بستحملش، باجي جارية عليك علشان تصلحهولي وتظبطهولي، علشان يعني أتفرج على الأفلام. قال لي جوزك ده عبيط قوي وخايب، ازاي يبقى معايا القمر ده وحاجة حلوة وما ياكلش منها ولا يدوق منها قطمة؟ علشان كده أنا معجبة بيك. واعترفت له ساعتها إن هو داخل دماغي من أول لما شفته وأول لما سكننا جنبه. لقيته بيقول لي وأنا كمان، من أول لما شفتك وإنتي دخلتي قلبي وعقلي وقررت إني أنا أتكلم معاكي. وقعدنا نتكلم أنا وهو، وبصراحة ما قدرتش أملك نفسي من كلامه، لقيتني كده تعبانة ودايخة. فلقيته في اللحظة دي بيمسكني ويحط إيده على صدري وفضل قاعد ساندني كده ودخلني أوضة النوم. ولما وصلني أوضة النوم هو ما قدرش يمسك نفسه، وحصل بينا اللي حصل. طبعا انتوا فاهمين كل حاجة، لما يكون راجل وست لوحدهم في أوضة النوم لازم الشيطان يبقى موجود. وانا ما قدرتش اقاوم لاني زي ما قلتلكوا كده انا محرومة من حاجات كتير، بس انا حاسس من جوايا اني بغضب ربنا. انا دي مش طبيعتي ابدا، ولا تربيتي تقبل باللي انا بعمله ده. انا لما كنت عايشة في الارياف ما كنتش برفع عيني في اي حد، كنت دايما قطة مغمضة وعايزة ارجع عن الطريق ده اللي انا مشيت فيه. يا ريت كل اللي بيسمع حكايتي دلوقتي يقول لي اتصرف ازاي واعمل ايه، يعني اخد جوزي وارجع البلد تاني علشان اتجنب المعاصي دي اللي انا بعملها دي، ولا اعمل ايه بالظبط؟ دلوني يا جماعة، انا محتارة ومتضايقة جدا من جوايا وما بنامش ليل ولا نهار، حاسة ان جسمي ده مش ملكي واني بغضب ربنا ليل ونهار. واللي عنده حل يقول لي، واتمنى اسمع رأيكم بكل صراحة وتقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي، واخد ولادي وجوزي وانزل البلد احسن لي من اللي انا بعمله ده. يا ليت تقولوا لي رأيكم بكل صراحة، لأن الموضوع استمر كتير جدا، كل يوم مرة واتنين وتلاتة. أول لما جوزي ينزل على شغله نبتدي نعمل الموضوع ده. بقيت تعبانة جدا مش عارفة أعمل إيه، وفي نفس الوقت أنا مرتاحة جدا، يعني زي ما قلتلكوا محرومة من الموضوع ده، وجوزي كده ولا بيعرف يعمل حاجة يعني زي ما قلتلكوا، وفي نفس الوقت خايفة من عقاب ربنا، مش عارفة أتصرف إزاي، وقولولي أعمل إيه.